عالسلامة ومرحبا بكم في الموندو فوت في حلقتنا اليوم باش نحكيو على قائمة المنتخب الوطني التونسي، انطباعاتنا وتقييمنا للقائمة هذه وباش نعطيو راينا كل ملاعبي تم دعوته للمنتخب. يلا نخليكم مع الانترو قبل ما نبداو الفيديو متاعنا. أعلن يوم الخميس الناخب الوطني جلال القادري على قائمة المنتخب، قائمة تضم 26 لاعب، قائمة خلقت جدل كبير في الشارع الرياضي التونسي، خاصة لوجود عدة أسماء يشوفوها الشارع الرياضي التونسي أنها ما تستحقش الدعوة على حساب لاعبين أخرين كانوا يستحقوا الدعوة. القائمة هذه اللي رجعت على الاعتماد على 3 حراس مرمى فقط بعد ما تعودنا على وجود 4 حراس مرمى. الحراس المرمى اللي تم دعوتهم هما حارس النادي الرياضي الصفاقسي المنتقل حديثا الى نادي الحزم السعودي ايمن دحمان، وحارس الاتحاد الرياضي المنستيري بشير بن سعيد، وحارس النادي الافريقي معز احسن. ولهنا يتساءلوا البعض عن عدم دعوة حارس النجم الرياضي الساحلي علي جمل اللي قدم موسم الماضي ممتاز وكان مساهم في تتويج النجم الرياضي الساحلي ببطولة تونس. علي جمل اللي باقي مواصل في تقديم العروض الجيدة، خاصة بعد مباراة الشامبيونز ليج مع نادي قسنطينة الجزائري، حيث تألق ذهابا وإيابا، وأيضا في البطولة الوطنية في المباراة الأخيرة اللي جرت بين النجم الرياضي الساحلي واتحاد بنغرديل. الحقيقة نوافق الرأي في دعوة الحارس علي جمل، ولكن بما انه تعودنا على الحراس هذوما واللي مردودهم قعد مستقر، انه دعوة حارس رابع لقائمة المنتخب ما نحبثاش والاقتصار على 3 حراس هذوما فهو امر معقول جدا من الناخب الوطني. في الدفاع تمت دعوة 9 لاعبين، ولهنا ديما نرجعوا للحديث عن نفس المشكلة، علاش نستدعاو الكم الهائل من المدافعين وقت اللي باش تكون فما زوز مباريات فقط. علاش يتم دعوة 3 مدافعين في نفس المركز اللي هما علي العابدي، علي معلول، وأسامة الحدادي؟ علاش ما يتمش الاستغناء على واحد فيهم والاقتصار فقط على زوز اسماء؟ ولهنا ما تقوليش لغة بوليفالون، لانه في كرة القدم كل اللاعبين ولاو بوليفالون، كل اللاعبين ينجموا يلعبوا في المراكز المختلفة. الحقيقة لهنا نشوف انه كان يجب الاقتصار فقط على علي معلول وعلي العابدي، الزوز اللي مردودهم مستقر ويقدموا في مردود جيد مع فرقهم سواء الاهلي المصري او نادي كون الفرنسي. في الجهة اليمنى تمت دعوة وجدي كشريدة المتألق مع ناديه اتروميتوس اليوناني. وجدي كشريدة اللي قاعد يلعب في المباريات الكل اساسي ويقدم في مردود جيد مع فريقه، تمت دعوته للمنتخب ويستحق في التواجد مع المنتخب الوطني التونسي. كذلك يان فاليري اللي برشا من متابعي كرة القدم التونسية يقولوا فاش قاعد يقدم مع الفريق متاعو وعلاش تمت دعوته. بالعكس، يان فاليري في اول 4 مباريات مع ناديه أونجي شارك 90 دقيقة، خذا أعلى نسبة نقاط في فريقه ويعتبر أفضل لاعب في فريقه في ال4 مباريات الأولى في البطولة الفرنسية. في قلب الدفاع تمت دعوة منتصر الطالبي، نادر الغندري، ياسين مرياح، وعلي غرام. لهنا نشوف انه الحقيقة دعوة نادر الغندري كان يمكن الاستغناء عليه واستغلال مقعد اخر في وسط الميدان او في الهجوم. نادي الغندري اللي يمر بفتره صعيبه واللي الحقيقه مردوده متذبذب مع ناديه الجديد يخلينا نسلو برشا تساؤلات لماذا تمت دعوه نادي الغندري رغم مردوده المتذبذب. علي غرام الحقيقة يعتبر موهبة التونسية للمستقبل إلى جانب منتصر الطالبي وعلي غرام، الزوز يقدموا في مردود جيد مع فريقهم ويستحقوا الدعوة إلى المنتخب الوطني التونسي. اما اخيرا ياسين مرياح، الحقيقه مردود متذبذب لياسين مرياح مع فريق الترجي الرياضي التونسي، ماهوش قاعد يقدم في المردود اللي عودنا به ياسين مرياح. هذه اخر شانس عطيها له الناخب الوطني جلال القادري للاستمرار في التواجد في قائمه المنتخب. في وسط الميدان تمت دعوة 6 لاعبين فقط. اللاعبين ثم هما
سامي شوشان، محمد علي بن رمضان، عيسى العيدوني، حمزة رفيعة، حنبال المجبري، والياس السخيري. لهنا نلقاو 4 متوسطي ميدان دفاعي وزوز متوسطين ميدان هجومي. استدعاء سامي شوشان بالنسبة لرأيي الشخصي يعتبر مجازفة، خاصة وأنه لاعب ينتمي للفريق الثاني لبرايتون الإنجليزي. لاعب ماهوش لاعب ماتشوات في السنيور، لاعب كنت تجم تستغنى عليه وتعيط للاعبية أخرين في المركز متاعو يستحقوا الدعوة للمنتخب. لهنا نحكي على محمد الحاج محمود اللي الحقيقة ظلموا الناخب الوطني جلال القادري وما عطاش فرصة التواجد في المنتخب الوطني التونسي أول مرة في مسيرته. محمد الحاج محمود اللي قدم في مردود جيد مع فريقه لوغانو. محمد الحاج محمود يتساءل حاليا شنو لازمني نعمل باش نتواجد في المنتخب الوطني التونسي. ما نعرفش علاش الناخب الوطني جلال القادري ما تمش دعوة اللاعب محمد الحاج محمود إلى المنتخب الوطني التونسي. في وسط الميدان خلاف عدم دعوة محمد الحاج محمود فإنه ما فماش إشكال في بقية اللاعبين. محمد علي بن رمضان، عيسى العيدوني، والياس السخيري يعتبروا نواة وسط الميدان في المنتخب الوطني التونسي، ووجودهم في القائمة واجب بما يقدمونه من مردود جيد مع فرقهم، وديما وين تواجدوا في المنتخب الوطني التونسي إلا وقدموا الإضافة وساهموا في الفوز في العديد من المباريات. حنبال المجبري ورغم انه ماهوش قاعد يشارك في المباريات الرسميه لمانشستر يونايتد الانجليزي الا وانه يشارك في بعض المباريات الوديه. الحقيقه الروح اللي يعطيها حنبال المجبري مع المنتخب الوطني التونسي مش نفسها اللي يعطيها مع مانشستر يونايتد الانجليزي. مع المنتخب الوطني التونسي حنبال المجبري يحس انه قاعد يلعب اكثر وانه يلزم يقدم اكثر اضافه للمنتخب التونسي لتثبيت مكانته كاساسيه مع المنتخب. والحاجه اللي تفرح هي عوده حمزه رفيعه اللي غاب على كأس العالم 2022 وقعدت له نكتة كحلة في مسيرته، خاصة وانه توقع انه باش يكون متواجد في كأس العالم قطر 2022، لكن حمزة رفيعة خدم على روحه وبالمجهود اللي قام به يطلع من السيري سي للسيريا. حمزة رفيعة اللي انتقل مؤخرا لنادي ليتشي الإيطالي قدم مردود جيد في المباريات الأولى في الدوري الإيطالي السيريا اللي خلى الناخب الوطني جلال القادري يعاود يستدعى اللاعب هذا للانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني التونسي. في الهجوم 8 لاعبين بالتمام والكمال. لاعبين هذوما يوسف المساكني، سيف الله الطيف، عمر العيوني، هيثم الجويني، الياس العشوري، وعلي يوسف. وتم دعوة زوز لاعبين لأول مرة اللي هما أنس حاج محمد والياس سعد لاعب سان باولي الألماني. الحقيقة يوسف المساكني رغم عديد الإصابات اللي تعرض لها ورغم انه في بعض المباريات ما شاركش فانه يقعد ديما قائد المنتخب. وفي العالم الكل والمنتخبات الكل ديما عندهم اسماء متواجده دائما في المنتخب متاعهم كما سيرجيو بوسكيتس في المنتخب الاسباني مهما كان مردوده فانه دائما متواجد في المنتخب الاسباني. كيف المنتخب التونسي بعض الفنيين يشوفوا انه وجود يوسف المساكني في المنتخب ضروري مهما كان مردوده إلا في حالة إصابته فإنه يتم الاستغناء عليه، ولكن بما أنه بدون إصابات فإنه وجوده ضروري في المنتخب. سيف الله الطيف اللي يلعب مع نادي وينتر وورث قادم من نادي بازل السويسري واللي تألق مؤخرا في الدوري السويسري بتسجيل زوز أهداف في آخر مباراة في الدوري السويسري. سيف الله الطيف مهاجم الحقيقة يستحق الدعوة هذه للمنتخب الوطني التونسي وقادر انه يقدم الاضافه للمنتخب الوطني التونسي لما يمتلكه من مؤهلات فنيه، وخاصه انه يعرف وين يتمركز. سيف الله الطيف هو المهاجم المستقبلي للمنتخب الوطني التونسي. كيف عمر العيوني اللي منذ عودته للدوري السويدي من بوابة هاكان قاعد يقدم في مردود جيد مع فريقه وقاعد يشارك باستمرار وأساسي وسجل 7 أهداف منذ عودته للفريق السويدي. عمر العيوني يستحق الدعوة هذه. لاعب الملعب التونسي هيثم الجويني اللي شفناه في آخر قائمة تم الإعلان عليها وشارك في مباراة التصفيات لكأس أفريقيا وسجل أيضا هدف في أول مباراة ليه مع المنتخب الوطني التونسي. هيثم الجويني رغم أنه في عودة البطولة
ما وفقوش ربي باش يسجل أهداف، فإنه تم دعوته للمنتخب الوطني التونسي. هيثم جويني الحقيقة حاليا يعتبر واحد من أفضل المهاجمين في البطولة التونسية، ودعوته للمنتخب مستحقة وعن جدارة. علي يوسف الحقيقة نتسائل لماذا تمت دعوة هذا اللاعب، خاصة أنه عائد من إصابة في الأربطة المتقاطعة. علي يوسف الحقيقة جناح متميز جدا، جناح يعرف يلعب ثقيل، جناح عنده المؤهلات الفنية اللي تخول له باش يوصل يلعب في المستوى العالي في كرة القدم، ولكن اللاعب مازال عائد من إصابة. كنا نجم ونستغل عدم دعوة علي يوسف بدعوة لاعب آخر أجدر أنه يلعب، مثلا بسام السرارفي اللي منذ عودته للنادي الإفريقي قاعد يقدم في مردود جيد يخليه قادر أنه يرجع لبوابة المنتخب الوطني التونسي. لهنا نشوف أنه بسام السرارفي كان أجدر من علي يوسف في التواجد في قائمة المنتخب الوطني التونسي. إلياس العاشوري المنتقل أخيرا إلى نادي كوبنهاغن الدنماركي، أحد أفضل الأندية في الدنمارك ولما لا أفضلها. إلياس العاشوري قاعد يقدم في مردود جيد مع فريقه الجديد وانبهر به الجمهور الدنماركي. إلياس العاشوري يستحق الدعوة هذه، والياس العاشوري باش يكون واحد من أفضل المهاجمين اللي أنجبتهم البلاد التونسية. أخيرا الزوز القادمين جدد، إلياس سعد لاعب نادي سان باولي الألماني، وأنس حاج محمد لاعب بارما الإيطالي. بالنسبة لإلياس سعد، إلياس سعد نشوفه يستحق الدعوة هذه، وإلياس سعد إضافة كبيرة للمنتخب الوطني التونسي لما يمتلكه من مؤهلات، خاصة وإنه متألق مع نادي ساو بولي الألمانية. الحقيقة إلياس سعد قدم مردود ممتاز جدا وانبهر به الشارع الرياضي التونسي، إضافة باهية للمنتخب الوطني التونسي وباش يربح منها المنتخب الوطني التونسي الكثير. أما أنس حاج محمد كيف سامي شوشان كان من الأجدر نخليو الأمر للفنيين اللي قايمين على المنتخب الأولمبي، وأنس حاج محمد كان ممكن دعوته للمنتخب الأولمبي وليس للمنتخب الوطني الأول. أنس حاج محمد كان ينجم يكون لاعب آخر يستحق في مركزه. لهنا نحكي على أسامة بوقرة، واللي نستغرب على عدم تواجده في المنتخب. أسامة بوقرة اللي تم دعوته في آخر تربص للمنتخب الوطني التونسي، علاش تم الاستغناء عليه رغم اللي إنه مردوده قعد مستقر. أسامة بوقرة اللي تم انتدابه للترجي الرياضي التونسي، علاش مش متواجد في قائمة المنتخب التونسي؟ تساؤلات عديدة بدون إجابات. كان نكونوا كملنا قائمة المنتخب باش نخليو تساؤلات معناش إجابتهم. تساؤلات لماذا لم تتم دعوة أي لاعب من بطل تونس، اللي حادثة اللي تصير أول مرة في تاريخ قائمة المنتخب الوطني التونسي. علاش تم الاستغناء عن محمد الوائل الدربالي وعن أسامة بوقرة؟ علاش تم استدعاء سامي شوشان وأنس حاج محمد هما يلعبوا في الفريق الثاني لكل من نادي برايتون ونادي بارما؟ وهذا ما يمنعش انه القائمة هذه تعتبر واحدة من افضل القائمات اللي تم استدعائها للمنتخب الوطني التونسي. فيها ممكن بعض الإخلالات وبعض الحاجات اللي تخلق تساؤلات، ولكن كقائمة وكمجموعة وتعتبر أفضل ما يوجد من اللاعبين التونسيين في العالم. متنساش اللايك والسبسكرايب، وخلينا التعليق وتقولنا شنو رأيك في القائمة هذه، وشنو ما الحاجات اللي تشوفوني حكيت عليهم وما كنتش موافقيني فيهم، وخلينا نتناقشوا أكثر في قائمة المنتخب الوطني التونسي. التقانا في الفيديو القادم. سلام.